اهلا بيكم احلى متابعين في كريانو ترافل. انا ممكن اجمع الفيديو بقى بتاع امبارح والنهارده، عشان كده عملت يجي 3 فيديوهات لسه ما نزلتهمش. انا دلوقتي ماشي عشان اعمل اهم حاجه اول ما تروح اي بلد. بس قبل ما اكمل لازم تعرف ان احنا دلوقتي في فيتنام، في مدينه اسمها دانانج، وماشيين عشان نحول فلوس. ودي اهم حاجه المفروض انت تعملها في اي دوله تنزلها، انك تحول فلوس وبعد كده تجيب اي كارت اتصالات عشان تعرف تتواصل مع الناس اللي حواليك، خاصة اللي في اهل البلد، لانك هتتواصل مع اهل البلد. لو انت رايح مثلا حاجة شبه اوبر حاجة كده، لازم هتكلمهم وهتتعامل معاهم بالحاجات اللي معاهم. بس فانا دلوقتي امبارح برضو حولت فلوس بس ما سجلتش، والنهارده هضطر احول برضو عشان لاجي بتفهم ان فيتنام هنا تايلاند طبعا فيها ايه، فيها سلاسة شوية في حكاية التعامل مع الفلوس. فبتلاقي اكتر الناس ساعات بيتعاملوا بكريدتس والكلام ده. هنا زي مصر، وانا بحب كده ساعات. يعني انا بحب الناس يتعاملوا بالكاش عشان ايه، تكون فاهم ايه اللي بيحصل، لان الكريدت ده ممكن يفضل ياخد منك وانت مش فاهم ايه اللي بيحصل. فخاصة في التحويل، لان انا هوريكم دلوقتي في اخر الفيديو انا هبقى شخص تالت خالص غير اللي قدامكم ده. هتفهموا ليه في اخر الفيديو، فكملوا اول ما احول بالظبط. طبعا انا عايز اوريكم الشوارع هنا، هبدا بقى اقلب واوريكم شويه من جمال. المكان هنا جميل مريح، الناس مريحه سلسه، في ابتسامات في وشك دايما، تحسهم مرحبين بيك. يعني اكتر حاجه انا فاكرها امبارح بعد ما خدت 4 طيارات لهنا من مصر، وقعدت اكتر من 17 ساعه، تقريبا 20 ساعه. آه رحت ايه، اول حاجه اول ما نزلت سوري، فصلت شويه عشان البنت اللي بتهوهو دي لطيفه، بس ما كنتش مركز قوي بقول ايه. اول حاجه لاحظتها الابتسامه اول ما نزلت. احنا بنبدل كده بين الطياره والمطار، فبننزل في عربيه باص، بننزل في عربيه باص كبيره. فلقيت بقى واحده بتبتسم لي وبترحب بيا، ولو انها ما شافتنيش قبل كده، فدي كانت حركه لفته حلوه قوي بصراحه، عجبتني وحسستني بالترحاب في المكان. فالناس هنا يا جماعه في كميه طيبه ما تتخيلوهاش. اللي انا سمعته، معرفش مدى مصداقيه الكلام ده، ان هنا وتايلاند اكتر شعوب كايند ولطيفه في بقيه شعوب العالم. يعني واخدين، لو قلنا مراتب هتجد ان هم واخدين اول المراتب. ف فدي حاجه حلوه قوي. طبعا زي ما انتم ملاحظين، مش عارف انتم ملاحظين ولا لا، المناطق كلها مليانه اشجار، تحسك في غابه. تحسك في غابه. ودي برضو حاجه حلوه قوي، انا عجباني قوي هنا. مع العلم اللي هنا مثلا الرطوبه عاليه جدا جدا جدا. يعني احنا في مصر حر، احنا في مصر حر، ولكن هنا حر برطوبه. يعني هنا درجه حراره النهارده 37. الرطوبه بقى انا اظن 100%، حاجه كده ما تفهمش في ايه. انا كده ماشي ازاي؟ انا المفروض لا، المفروض ادخل، المفروض اخد الشارع التاني. اصل انا ماشي بالماب. اتعلم برضو تاخد الماب معاك عشان توديك المكان اللي انت رايحه على طول. فالرطوبة هنا عالية جدا، مع العلم بقى ان هنا اشجار في كل حتة، فبتحسسك شوية بالظل في كل مكان. الرطوبة عالية عالية. يعني انا اول ما نزلت من المطار، حسيت ان انا في ايه، عشان المطار بيكون فيه هواء مكيف وكده، فلا حسيت بكتمة مرعبة. ف فبرضو الحتة دي ركز فيها. ما يعني انا شلت كل حاجات الشتوي حرفيا، ما خدتش اي حاجه شتوي معايا، لان اول ما بتاخد اي حاجه شتوي انت حرفيا هتسيبها في البيت عندك. فانت ما تاخدش اي حاجه شتوي معاك، و هتسهل عليك شويه. اول ما انت ما تيجي بحاجات اقل كمان بتبقى افضل. المفروض دلوقتي اللي انا هعدي برضو يمين، بشوف الدنيا. انا بقى مش عارف هل عشان انا بسجل بالموبايل هل امسك الترايبود ولا ايه، ما اعرفش، بس خير. عايز اوريك الشارع تاني عشان لا ازاي. تاني حاجه عايز اتكلم عنها بقى الطرق. يا جماعه ركزوا، هنا في فيتنام الموتوسيكلات مليانه 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 مدسوسه
يعني في صور ممكن ابقى احطها لكم كده على جنب لبعض الشوارع في فيتنام مليانه موتوسيكلات لدرجه بتحس انهم مش طبيعي، كانهم طالعين من اتاري او حاجه زي كده. فانت لازم تركز طول ما انت ماشي من الموتوسيكلات. هنا موتوسيكلات على فكره بيركبها يمكن الستات اكتر من الرجاله كمان، عدد الستات هنا كتير، كلهم بيركبوا موتوسيكلات هنا بطريقه غريبه. يعني ممكن تلاقي واحده ومعاها طفلها مثلا حطاه وهي اللي بتسوق. ودي ممكن عندنا في العالم العربي شويه مختلفه، لان عندنا الست يعني ما بتسوقش، يا دوبك بتسوق عربيه، فانها تسوق موتوسيكل دي شويه غريبه. فانت يعني ركز في الحته دي. غير كده انت هتستمتع هنا الصراحه. المكان هادي، المكان لطيف. يعني شوف في هنا زحمه، مش عارف باين ولا لا، في هنا عربيات هناك ممكن تبان لو انا قربت. في عربيات هناك كده كتير، ما تسمعش اصوات زي عندنا مثلا، تجد شويه عندنا بس ممكن نعدل المشكله دي. بس يعني غالبا هتلاقي في اصوات عربيات طول ما انت ماشي، اصوات موتوسيكلات هنا قليل قوي. لو انت تلاحظ في الطريق ده كام موتوسيكل بيعدي وانا قاعد بكلمك دلوقتي، بالنسبه للعربيات هتفهم انا بتكلم في ايه. فركز في الحته دي. على فكره انت تعرف تأجر موتوسيكل، انا اعرف اجر موتوسيكل هنا بس انا هخاف السواقه هنا، عشان كده بحذرك منها. انا ممكن اخد الطريق ده لان فجاه الطريق اتملى موتوسيكلات. هحاول ابس عن الناس، عشان في ناس بيعملوا حاجات ستات وكده، فمش عايز اظهرهم في الفيديو. وخير. فهتجد هنا لو لاحظت برضو النقطة دي لازم تعرفها. فيتنام لما كانت في الحرب يا جماعة نزلت زيرو، يعني ما كانش فيه مباني، ما كانش فيه أي حاجة. بعديها أنشأوا كل المدن بتاعتهم من الزيرو، فتحس كل حاجة جديدة. فزي ما انت شايف المباني اللي هناك كمان معمولة بالطريقة الأوروبية، عشان أنا هقولك ليه دلوقتي. بس بكمل حتة بتاع الحرب إن هما بدأوا من الزيرو، فهتجد المدن بتاعتهم كلها جديدة، تحسها لانج كده، كأن موبايل جديد، كل حاجة جديدة هنا. فالحتة دي حلوة. ليه بقى المباني معمولة بالطريقة الأوروبية كده؟ لأن ببساطة أنا مش عارف مين في الكوكب يستحق يعمل النظام في البنى ده غير فيتنام وآسيا والحتت دي. ليه بقى؟ لأن المطر 24 ساعة، في عندهم مواسم. في موسم مطر وموسم بيسموه اليابس يعني، او مش المطير. بس انا عايز اقول لك اللي هو في مطر برضه، بس هم بيعتبروه بالنسبه للمطر اللي ممكن بيستمر الايام في فيتنام، تلاقيها قاعده بتمطر 24 ساعه. يعني انت حتى ممكن تنسى اللي فيه اصلا حاجه اسمها حاجه طبيعيه. فالحته دي برضه تخلي بالك منها، ان في حاول تيجي في المواسم اللي ما فيهاش مطر كتير، عشان احنا مش متعودين احنا كطبيعتنا نمشي كده يعني في المطر والكلام ده. احنا بناخد اجازه اصلا لو دمعت، مش مجرد مطرت، فمختلفين عننا تماما. احنا بنتلكك. غير كده انا عايز اوريكم هنا حضانه قدامي اهي. بس انا مش عايز اظهر الاطفال عشان ما ينفعش. بحاول ما اظهرش على قد ما اقدر ناس بيداوموا حياتهم الشخصيه. لو في حاجه عمليه في الشارع ممكن اوريهولك عادي، بس لو في حته مش عامه لا. وكمان حفاظا عليهم وعلى حياتهم وعلى خصوصيتهم، خاصه الاطفال. فحاول ما بينهمش. غير كده هتجد ان زي ما قلت المباني كلها جديده. هنرجع لحته المباني والمطر. فهتجد ان المطر والمباني متناسقين مع بعض، يعني بدون المباني اللي هي نازله مثلث دي مش هيعرفوا يصرفوا الميه. والمدن جديده هنا ومعتمدين جوهم اصلا على فكره المطر، فبتلاقيهم مجهزين للفكره دي. انا كنت عايز اعدي بس المفروض اسرع شويه. انا معجب بالمنظر ده عشان انا ما شفتوش في حتت كتير هنا، بسبب ان كل الطرق عندهم بتكون مفتوحه قوي. هتجد ان الطرق كبير. في هنا اشاره دي مش موجوده في كل حته، بس اما بتبقى موجوده زي ما انت شايف كله الى حد كبير بياخد بيمشي مع القوانين. يعني مفيش غير واحده بس بالنسبه لاعدادنا، فلا هم حلو قوي. انا عايز بقى بقالي كام ثانيه هحاول ان انا اعدي، عشان زي ما انتم شايفين الطرق هنا تحسها فاتحه على بعض. فبمجرد ما بيوقفوا في حته الحته التانيه بتشتغل، شايفين؟ فانا
بحاول اعدي مع الاشاره اهو، نعدي ونشوف هيحصل ايه. انا بخاف منهم الصراحه، خاصه ولو انهم يمكن بيسوقوا احسن مني مليون مره، بس النساء يعني انا بخاف منهم شويه. عادي، ما اظنش انا الاحساس ده عندنا، بس مع احترامي وحبي ليهم، بس انا بخاف بسيط يعني. دي حاجه شخصيه ملهاش دعوه بالجادجمنت، بس يعني برضو لو الواحد اتخوري فانا مش بتاع سوري دي، مش هعرف اوديها في حته يعني، مش هترجع اللبن المسكوب. فبحاول في واحده دلوقتي مشيت اجنبيه ادتني واحد بومباستيك سايد اي يعني مريعه، نسيتني اسمي بس عادي، بس بعديها ابتسمت يعني، ففهمت ان في جادجمنت في الموضوع. بس عادي. زي ما انتم شايفين الناس بدأوا، ثانية اوريكم الناس بدأوا يطلعوا بقى. هنا المدن ليلية الى حد كبير. يعني ايه؟ يعني بمجرد ما يجي اخر النهار والشمس تروح، عشان قلت لكم الدنيا هنا بتبقى حر، هتجد ان في ناس بدأوا يفتحوا البيزنس بتاعهم الجانبي، بيقفوا هنا بقى يبيعوا كل حاجة تتخيلها. فبيبدأوا. ثانيا حاجة برضو لازم تعرفها، الكراسي صغيرة جدا، كل حاجة هنا صغيرة جدا جدا يعني، ده ولا بتاع أطفال. فالحتة دي برضو خلي بالك منها. بس انت لو انت طويل هتضطر تقعد، فاهم؟ فدي حتة لازم تخلوا بالكم منها. ايه تاني؟ انا بس بتأكد ان انا رايح في الطريق الصح، عشان انا فاتح ماب وانا بكلمكم. انا هحاول فيديوهاتي تبقى سلسة كده والله، بدون اي تجهيز، عشان ايه؟ تعيشوا الموقف بالظبط. في هنا اصوات عصافير مختلفة عننا، واشجار نفسها مختلفة عننا. انا سمعت اصوات عصافير هنا حلوة قوي، واشجار هنا حلوة قوي، نباتات هنا ريحتها حلوة جدا. مش عارف انواعها قوي، ولو اني يعني بسيط شوية بحب نباتات بعرف انواعها، بس انا مش عارف انواعها دي قوي. عايز اوريكم الشارع بقى، بدأت الدنيا تتملى، زي ما قلت لكم كل ما انت هتروح بالليل كل ما الدنيا بتملى، لان الناس خلاص بيكونوا ايه، الشمس راحت. ثانيا هتجد هنا الناس عندهم فكرة الحماية من الشمس كبير قوي، والصينيين بالذات. يعني ممكن تلاقي واحد او واحدة بالذات متكلفتة حرفيا، او حاطة نفسها في قماش، يعني حرفيا ماشي قماش مش باين فيها غير عينيها. ليه؟ لانها خايفة من الشمس. فدي برضو حاجة لاحظتها قوي عندهم، خاصة في الشط. يعني حرفيا بتلاقي واحدة نازلة الشط ممكن حاطة نفسها في قماش اصلا خوفا من الشمس. فدي ما توقعتهاش هنا قوي. انا كده ماشي صح. بس فهنا هتلاقي برضو كافيهات كتير جدا جدا، طول ما انا ماشي هتلاقي كافيهات في كل حاره، في كل حته هتلاقي كافيهات. بس طبعا انت بقى انت ومبادئك ودنيتك، لان هنا كل المشروبات الروحيه موجوده، كل حاجه موجوده. انا من ساعه ما طلعت من مصر اصلا وانت في المطار الحاجات دي كلها يعني سهله قوي توصل لها، وبتلاقيها هنا رخيصه كمان، يعني ممكن تكون ارخص من الصودا. فخلي بالك بقى انت من نفسك، وما تنجرش في كله بيعملها، حد بيعزمك عليها، وخلي بالك من الحاجات دي وانت ماشي على الارض. ساعات بيكون البلاط بيتحرك كده بطريقه غريبه او بلاعه، فخلي بالك برضو. ايه ده؟ طيب ماشي. كان في نحله جايه قدام وشي حرفيا قدام عيني، بس عادي، مش عارف الكاميرا جابتها ولا لا، بس يلا. انا المفروض دلوقتي همشي. يا رب يكون صوتي حلو في الفيديو ده. عارف الفيديو قفل امتى، بس انا كنت بتكلم وقفل الفيديو من نفسه. لسه كنت بتكلم اللي انا كنت فاكر اللي هناك ده مخلل، بس طلع فاكهه. عندهم فواكه زينا كلها، بس دي في حاجات مختلفه اللي هي بتاع اسيا زي الدراجون فروت، وبدات تتشهر عندنا في العرب. ممكن ابقى اوريها لكم، بس انا خايف الفيديو ده مش عارف هو ايه اللي حصل له، يا ترى وقف امتى، معرفش. بس هو وقف تقريبا دقيقه بس مش اكتر. انا تقريبا خلاص وصلت للمكان اللي انا عايز اعمله فيه، وهحول الفلوس واشوف ايه اللي بيحصل. طبعا انا عايز اقلب لكم عشان تفهموا. هنا هتجد كميه الكافيهات كتيره جدا. شايف كل الانوار دي كلها كافيهات 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 كافيهات، وكافيهات كبيره يعني مش مجرد صغيره. وانا راجع انا فاكر ان انا شفت كمان بيحبوا يستخدموا مثلا تماثيل كبيره وحاجات ديكور كبيره، مش مجرد كافيه وخلاص وفاتح، لا بيزينوه، بيحطوا نباتات. اللي عندهم النباتات دي طبعا عندنا بتبقى ظليه
بس هم عشان المطر والدنيا دي موجودة فبتلاقيها عندهم في الشارع عادي، لان هو غالب السنة بتكون مطيرة وفي في الظل يعني. يعني هناك ده نبات تقريبا ودن الفيل او موز الكذاب مش عارف. اعتقد الحاجات دي دايما موجودة هنا في كل زاوية، في كل زاوية حرفيا موجودة في كل حتة. فبرضو خلي بالك انك هنا حرفيا ممكن لو انت عندك الجنة بحاجات رمزية جدا، لان النباتات دي مترمية يعني ممكن تجد طريق كده محدش بيروحه بيتحول لغابة من نفسه. بيطلع بقى النباتات اللي بتكون في الغابات اللي بتكون موجودة في الغابات وفي الظل تلاقيها عبارة عن ديكور لوحديها. غير كده احنا خلاص تقريبا وصلنا، مش عارف ازاي وصلنا بس احنا وصلنا. يعني برضو انتوا ونستوني في طريقي وين انتوا عرفتوا معلومات وانا وصلت. هوريكم بقى اللي انا وعدتكم بيه في اخر الفيديو، بس انا بقالي تقريبا كام دقيقتين او حاجه زي كده. انا قلت لكم في نهايه الفيديو انتوا هتشوفوا اللي انا اتحولت. هقول لكم انا هتحول ازاي. انا قدامكم شخص عادي رايح احول فلوس، الفقير الى اللا بهاء ولكن بعد ثواني انا هتبدل 360 درجه. ليه بقى؟ هو الدقيقتين دول ما بيخلصوش ليه؟ انا بحاول ان انا يعني افهمكم اللي بيحصل وفي نفس الوقت اوصل، ولكن حاسس ان الطريق بيطول. في ايه؟ هحاول اشوف كده الدنيا على الماب. باقي دقيقتين مش عارف اعمل له ايه ده. طيب هوريكم الطريق. هتجدوا زي ما قلت، شايف الجمال ده شارع عادي يا جماعه، الكافيهات والحاجات دي كده في كل زاويه، دي مش حاجه خاصه مثلا تجد الحركات دي. ده في المكان تقريبا بيبيع كمان جوزة هند وكيك او حاجه زي كده، بيبيع حاجات حلويات. انا عايز اجرب برضو معاكم جوز الهند هنا، ما دقتوش لسه، لازم هجربه معاكم. لسه هعمل فيديوهات بقى عن تجارب الاكل هنا، بس زي ما قلت انا لازم اتاكد باكل ايه قبليها، عشان انا يعني كعربي احنا بكتيرها قوي بناكل مثلا جمل، بناكل خروف، ومنا ما بيتقش يعني في كل لحمه زي ما انتم عارفين بيبقى ليها طعم. انا نفسي ممكن اكل خروف والخروف التاني ماكلوش. ليه؟ لان ممكن يبقى فيه طعم كده مش عارف انت بتعرفه ولا لا، ده ساعات ما بحبوش عادي يعني، يعني دي اذواق. فتخيل بقى لو انا اكلت غصب عني خنزير، ده ما اكلتوش طول عمري، بس هعرف اكيد، لان زي ما قلت لك ده الواحد بيحس كده في ثانيه ان ده لحم خروف او ده لحم ايه، فاكيد هيبان. زي ما قلت لكم لازم تركزوا في الطرق، هنا مليانه موتوسيكلات بكل الانواع. هنا تقريبا انا برضو عايز اوريكم هنا، انا المفروض امشي كده، لازم امشي، بس قبل ما هتجدوا هنا في كذا يعني، ده برضو بتاع حلويات او بتاع، تعالوا نقرب كده، لا ده بتاع اكلات اسماك. دي بقى الحاجه الحلوه اللي انا هعملها لكم فيديو تاني، بس جت بالحظ، عشان كده بحب اعمل فيديو لايف. الراجل ده بتاع حاجات اسماك وكده، بيعمل برجرز وحاجات كده، بس زي ما انتم شايفين فيها اكل اسماك وحاجات كتير جدا لانها مدينه ساحليه. فاحنا يعني كعرب في مسلمين عندنا كتير جدا، احنا كمسلمين وعرب هتجد اللي احنا هنروح لحاجات الاسماك دي بسهوله جدا، لان مفيش مشكله معانا في الاسماك والحاجات دي. فانت كده بريء من اي بقى ايه غلط او مخاطره. وانا مش عارفه بتكلم على نفسي ولا لا، بس انا اكتشفت اللي احنا على قد ما بنقول احنا معدتنا بتاكل الزلط وكل الكلام اللطيف ده اللي احنا بندفع ثمنه ممكن، بس احنا حساسين للاكل. يعني لو اكله بس فيها كده توابل مختلفه هتلاقي بطننا قلبت وهنرجع والدنيا قلبت في ثواني يعني. طبعا زي ما قلت لكم هنستخدموا دايما ديكورات وحركات حلوه، مش مجرد بيعملوا وخلاص. فبتجد ان اماكن كبيره، شوف هنا في كام كافيه وكلهم شغالين، كلهم برضو فيهم ناس. هنا هتلاقي في ناس واقفين، هتلاقي في هناك ناس قاعدين، بس يمكن ايه لسه بقى الدنيا هتملى، كل ما الدنيا تلاقي هتملى اكتر. فهتلاقي عندهم برضو الثقافه الليليه دي عندهم، مع العلم ان ما عندهمش حاجه اسمها الناس تفضل فاتحه بعد الساعه 12.
ده اللي انا شفته في اكتر حتت في فيتنام، انهم بيناموا بدري جدا، ناس عمليه جدا، تصحى من الفجر تعمل تمارين. انا ما مشيتش من الطريق التاني اللي انا جيت منه امبارح، مشيت من طريق مختلف، بس وانا جاي من امبارح الطريق كان مليان، شفت تقريبا 2 أو 3 اماكن عامه بس كده للشعب كده يعمل ايه، يعمل تمارين، وعاملين اماكن للاطفال يلعبوا في نفس الاماكن دي، يعني تلاقيهم بيلعبوا تنس مع بعض، ممكن يرحبوا بيها سهل جدا، تلعب معاهم ناس بقولك فريندلي جدا، فسهل جدا انك تتعامل معاهم وتلعب معاهم جولة تنس سريعة او كده. غير كده هتجد اماكن زي ما قلت لك دي عامة، يعني انا رحت الصبح البيتش، هعمل لكم فيديو عنه برضو تقريبا، بس انا عايز اعمل فيديو من اولها لاخرها وانا بكلمكم كده، عشان اما باجي اجمع الفيديوهات مش هتبقى بالسلاسه بتاع دلوقتي. يعني انا دلوقتي اديتكم معلومات كتير قوي، لو انت لاحظت في الفيديو فهتبقى اسهل ليكوا وليا اللي انا اتكلم وانا ماشي كده. زي ما قلت لكم الاماكن هنا مليانه الحركات دي. انا المفروض دلوقتي اكون وصلت، انا بمشي غلط تقريبا، اخدني الكلام معاكم وممكن اكون مشيت غلط شويه كده، همشي كده وادخل من هناك تقريبا كده، يبقى انا هدخل من هنا. وزي ما انتم شايفين هنا في حاجه اسمها فول ماركت، دي عامله زي في تايلاند وفي حتت تانية، اللي هي حتى تجد هناك كاتبين ايه 7/24، يعني فاتحين 24 ساعه 7 ايام. فالحكايه عمليه عندهم جدا، ممكن يعني مش هتغلب، هتتصرف. بس زي ما انتم شايفين المكان مليان عربيات، فانا بخاف، او 4 طرق، يعني في هنا طريقين وفي هنا طريقين، فانا بخاف بصراحه منهم، لان وانا جاي قبل ما افتح الفيديو وانا بعدي كده لقيت الراجل بيسرعني وبيخضني، يعني راجل بتاع موتوسيكل طلع فجاه. ولكن بصراحه هم الى حد ما عندهم ثقافه اللي هم فاهمين، يعني اهو مفيش اشاره وبدا الناس يعدوا من هنا عادي جدا، الناس وقفوا لهم، فبيكونوا فاهمين اللي في ناس بتعدي وفي ناس بتعمل حركات. هنا الراجل لحق يعدي وانا ما لحقتش، مش عارف بقى اعدي ازاي. طب ثانيه، انا كده رايح الحته دي، بس انا بقالي دقيقه حرفيا، بس انا ممكن اقفل معاكم حرفيا، هقعد دقيقه بس عشان ايه اركز بس انا رايح فين، وهفتح لكم من هناك، بس انا مش عارف ينفع افتح من هناك ولا لا، عشان الحكايه يعني فلوس وكده، بس هشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي. ممكن اوريكم سعر الصرف عشان تعرفوا وانتوا جايين، طبعا في اختلاف، يعرفوا في اختلاف في الوقت، فانتوا هيبقى في اختلاف بسيط، بس عامه هيكون في الحدود دي. فهوريكم اول ما اوصل هناك ثانيه، وهكلمكم من اللي انا وعده لكم، اللي هتشوفوا في اخر الفيديو، تحولي الباور رينجرز، الابطال الديجيتال، كل الكلام ده. اهو يا جماعه بسجل وانا راكب الجراب، قلت لكم اي حته هنا زي ما عندنا في العرب في اوبر، في هنا جراب. ثانيه عشان انا خايف وانا قاعد بيتحرك كده، بيبطأ من نفسه كده، ربنا يستر. هوريكم الطريق وانا ماشي اهو. زي ما انتم شايفين كل حاجه موتوسيكلات، نسبه الموتوسيكلات هنا عاليه قوي. انا هقول لكم في نهايه الفيديو انا قلت لكم هيحصل ايه، اللي انا هقول لكم انا بقيت اتحولت، بس انا عايز قبل ما اقول لكم انا اتحولت ممكن اقولها لكم دلوقتي، بس انا عايز ايه تشوفوا برضو معايا الطريق كده عامل ازاي. سوري كان ايدي على البتاع. الاماكن بسرعه اهي بدات تتملي زي ما انتم شايفين، كل حته احنا ماشيين فيها دلوقتي كانت لسه فاضيه، دلوقتي مليانه. شوفوا بقى مكان زحمه ازاي دلوقتي. الواد ده مخوفني، شاب صغير شويه وقراراته سريعه، ربنا يستر ويوصلنا بالسلامه بقى. قراراته سريعه قوي، بيقف فجاه وكده يعني. انا خايف بس اقول الجمله عشان هو لو سمعني بس، فانا مش عايز اعمل اي اتنشن زياده عليا. ممكن ابقى اقطع الحته دي في فيديو انزلها مش عارف، بس اديكم بتتفرجوا معايا على المكان بقى حلو ازاي بالليل. انا عايز اقول لكم كميه روايح اللحمه هنا، بس زي ما قلت لكم ما تعرفوش دي لحمه ايه، كتيره جدا، كلها حته لحمه شويه، بس انا متاكد اول ما تدوقها هتعرفوا انها مختلفه يعني. مليان، المشكله المكان مليان ايه اضاءات، مش عارف ظاهر في الفيديو ولا لا، بس المكان هنا ضلمه اكتر من الفيديو بسيط.
تجد في كل زاويه في كافيه، في اضاءه، في عروض لحاجه، او ده بتاع عصاير هنبقى نجربها غريبه. وهنا بتاع تقريبا، لا ده واحد بتاع حلويات تاني. الاماكن دي، لا بس مش المكان ده، بس في اماكن هنا كتير قوي هتجدوها للاطفال، للناس هنا. مشكله الموتوسيكلات بتكون قريبه قوي، فانا رجلي طالعه بره شويه، فبيقرب قوي من الباصات والميكروباصات، قصدي والعربيات، فانا بتخض شويه، عشان كده تلاقيني يعني مش مركز وانا بكلمكم. شوفوا الاماكن اهي، كل حاجه حرفيا. لو حد عايز اوتيلات، في كل انواع الاوتيلات اللي تتخيلها في حياتك، بتبدا باثمان قليله جدا 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 هنا. يعني ممكن تجد اليوم مثلا اقل واحد انا شفته لغايه دلوقتي ب$3 في اليوم، فرخيص. في حاجات ممكن تبقى ارخص بسيط، بس ده لغايه دلوقتي اقل واحد شفته. في حاجات بقى اغلى، طول ما انت طالع براحتك بقى عادي. انا بحاول اوريكم برضو الاماكن، هتجد في كل حته نباتات الجميله اللي انا بقول لكم عليها دي في كل زاويه. الاماكن حلوه، شكلها لطيف، والناس مرحبه جدا زي ما شفت. مش عايز اظهر في الفيديو وانا بعمل ولا لا، بس في هنا ناس بيغسلوا لكم اللبس، عشان الاماكن اللي انتوا فيها، المكان مثلا اللي انا فيه ما فيهوش غساله. ففي اماكن هنا عندهم ثقافه انا مش عندي غساله في البيت، عادي جدا اللي انا انزل في محل بيكون فاتح بس غسالات، في عنده دروب غسالات كتير، بيغسل بقى فيها للناس، بتكون باسعار بالكيلو، بتبقى رخيصه جدا. انا الصراحه ما جربتهاش لسه، بس انا عشان لقيتها بالحظ فاتحه بالليل كمان، فدي حاجه حلوه جدا. طبعا انا بحاول ابعد الكاميرا شويه، ما بحس حد قرب مني قوي، عشان طبعا ايه، الناس هنا لطيفه وكله، بس احنا لازم برضه نكون واعيين ومركزين. بحاول اجيب لكم اكتر الاماكن واشرح لكم ايه الاماكن دي. انا خايف اسيب ايدي الاثنين صراحه، عشان الواد ده بيقف فجاه فبيخضني، ربنا يخليه لينا بس كده ويوصلنا بالسلامه. نفس الروايح دي تقريبا، هي كل الحاجات العامه دي اللي هي الشعبيه دي بتكون فيها لحمه، فيها حاجات، فهتجد في طول الطريق. ودي اماكن عاديه خالص، اللي هو اللي هو بنسميه كشك عندنا في مصر، مش عارف عندكم في بلدكم، قولوا لي في الكومنتات اسمه ايه. هو مش ماركت كبير يعني بيزنس خاص كده بالاسره، فاتحينها في بيتهم تقريبا. ده بتاع العاب قتاليه، هبقى اشوف ده بيعمل ايه. طبعا اسيا معروفه بالعابها القتاليه كلها. انا بحاول لو تلاحظوا على قد ما اقدر ما اذكرش كلام انجليزي، عشان بحس اتنشن زاد عليا قوي اول ما اقول كلمه انجليزي او بلغتهم، بلاقي في تركيز فجاه بيبصوا لي كلهم، فما بعرفش اركز. النبات اللي انتم شايفينه قدامكم ده ريحته مش طبيعيه، تحفه، شبه الجهنميه لو تعرفوها، معروفه عندنا طبعا في بلادنا العربيه الجهنميه دي، بس بقى ليه ريحه، ليه ظهور، وهو متسلق زيها وليه ريحه، حتى تقريبا نفس ورقها. روائح فظيعه هنا يا جماعه. عارفين اشير معاكم الريحه. بصراحه نفسي اللي بيتابعوني حرفيا يعيشوا التجربه بالظبط من عيني. يعني انا حرفيا تقريبا الموبايل في مستوى عيني، فانتوا تشوفوا كل حاجه. بصوا بقى هنا يا جماعه، هتلاقي في هواء ظهر في البتاع. ليه بقى الهواء زاد هنا؟ عشان احنا تقريبا كده على البحر، قريبين من البحر. هو ممكن يعدي على البحر تقريبا، مش عارف هيعدي عليه ولا لا، بس كل الابراج دي هتلاقيها قدام البحر. طبعا زي ما شايفين العربيات الخضراء دي برضو عامله زي توصيل، برضو في موتوسيكلات وفي عربيات، ساعات العربيات دي، وفي عربيات خاصه طبعا زينا، زي هنا اوبر، عندنا زي اوبر. الابراج هنا زي ما انتم شايفين، وحجزها عادي، حجزها مش غالي. والمكان هناك ده فول ماركت اللي قلت لكم عليه، في كذا بقى فرع ليه، لو انتوا عايزين تشتروا اي حاجه تجدوها بسهوله هنا وهنا. يا رب صوتي ما يكونش يعني في وش كتير. هحاول اجيب المايك اللي انا سبته في البيت بذكاء، عشان ما كنتش عارف هسجل ولا لا. بدات الموسيقى هنا، الناس هنا مليانه، مش عارف باين ولا لا، مليان كل الاجناس. الواد هنا كان هيخبط، ربنا ستر عليا، بيقرب قوي من الناس لدرجه الراجل اللي ورايا الحمد لله ما شيرتش عشان ما يعملش خناقه معايا. شايفين الديكورات هنا حلوه قوي. هو هيبدا يحرص منه، وانا هبدا احرص برضه احسن نقرب من العربيات قوي، مش مهتم في حد وراه، ربنا يستر.
المكان مليان يا جماعه ناس، مليان فيتناميين، مليان اجانب، والناس هنا ما بتفرقش. يعني انا هقول لكم موقف مضحك قوي. طول ما هناك في الشط هناك في واحده فيتناميه، مش عارف هي مش شايفه اللي انا شكلي مختلف ولا ايه، الله اعلم، بس يعني ناس ماشيه بعفويه قوي. فايه، فبتوديني نضارتها، حرفيا بتوديني نضارتها. فانا مش عارف اقول لها يعني انا مش هفضل هنا، فاضطريت اخد نضارتها واحطها مع ناس فيتناميين قدامي. فرب بقى يكونوا ودوها نضارتها، عشان انا مشيت قبليها عشان انا كنت اتاخرت وكانت الشمس طلعت. انا كنت رايح على بعد الفجر بحاجه بسيطه، ده احسن وقت تروحوا. مش عارف الاجانب بيصوروا ايه هنا، بس تقريبا في هنا حاجه مهمه. ربنا يستر. يا نهار ابيض، شوفوا يا جماعه قربنا ازاي. دلوقتي الحمد لله انا بكلمكم بدات ارتعش. يا نهار اسود، في طفل كمان، اتخضيت قوي وايدي بدات توجعني. يلا ربنا يستر، بس الحمد لله على الاقل في اشاره وقفتنا انقذتنا. وزي ما انتم شايفين يمكن انا الوحيد اللي بتكلم، مفيش حد بيرغي غيري، بس ده كله للمنفعه العامه، عشان الناس اللي هنا يبقوا جايين على نور. بس طبعا هتلاقوا هنا في عربيات كبيره بتعدي وفي بنا، سامعين الصوت كل حته هنا في الجديده، وقاعدين بيعملوا حاجات، ناس بتبني، ناس بتشتغل، ناس عمليه جدا. انا هستنى تقريبا لسه حاجه و40 ثانيه بس. فانا بوريكم بقى الناس هنا مرحبه قوي. الست دي ادتني حتى بقول لك النضاره، ما اهتمتش بقى انا اجنبي مش اجنبي، قعدت ابتسمت معايا. هي واحده كبيره كده، يعني كانها يعني مامتي كبيره في السن. ف كانت بترحب، كانت بتعمل، حتى اديت في الاخر النضاره، الناس رحبوا برضو وضحكوا معايا كده وابتسموا، حتى لو هم مش فاهميني، عشان زي ما قلت لكم مش كله هنا بيتكلم انجليزي، بس بيعرفوا يتفاهموا شويه بالاشاره كده مع كلمتين انجليزي بتاع المدرسه اللي كله بيتعلمهم كده، بنعرف نتواصل. طبعا الناس هنا قاعدين يبصوا لي، بس انا مش حابب اصورهم. في ابتسامات وعيون وحركات بتحصل بس انا مش جايبها في الجد. واهو اهي، يعني هتلاقي البنت دي كانت قاعده تضحك، احنا جبناها من ظهرها، كانت قاعده تضحك دلوقتي لينا. شوف بقى المكان قد ايه مليان عربيات وموتوسيكلات زي ما انتم شفتوا، قد يعني يمكن قد الدول العربيه كلها. يا رب يكون صوتي باين عشان مسكت الموبايل من الناحيه التانيه، كان عكس المايك. كله هنا بيبني. الهواء هنا زاد قوي زي ما قلت، عشان احنا تقريبا قريبين من البحر. احنا هنعدي. sorry, you will get me to an hotel, right? هو مش سامعني تقريبا. You will get me to a hotel, right? Hotel? You will get me to a hotel? Hotel. Room. Hotel. Alright. انا كده بصور، حتى لو هو مش هيديني اوتيل، بس انا خفت احسن بيوديني على برج التنين. فانا اتخضيت بيديني على برج التنين ليه. انا هوقف تقريبا الفيديو عشان اعرف هو بيوديني فين، احسن اكون انا بيوديني المطار وهو مش داري وانا اكون غلطت. تقريبا احنا رايحين للمكان الصح. انا اللي مشيت كتير. زي ما انتم شايفين هنا المكان فظيع يا جماعه، شايفين الاضاءه، شايفين الاعلانات على الابراج زي ما انتم شايفين هناك. اهو التنين ده بيعمل عروض تقريبا النهارده او بكره، او عمل امبارح. بيطلع بقى هنا نار منه، وبيعملوا عروض كده زي صوت وضوء. هو ده ديله تقريبا مش وشه، فاحنا فوتنا وشه. ممكن ابقى احط لكم صورته عشان انا ما عرفتش اجيبه كله. هشوف بقى هو هيوديني فين، عشان اتخضيت الصراحه. بس عادي هطلب حاجه تاني، يعني موتوسيكل تاني لو انا توهني. زي ما انتم شايفين في اجانب اهو عادي ماشيين امان. وهنا البحر الناحيه التانيه برضو، بس زي ما انتم شايفين انا بحاول بس اخد بالي من رجلي، لان هو بيقرب فجاه من الناس قوي، فبخلي بالي انا عشان ايه محدش هيركز معايا في الحته دي. هو اصلا يا دوبك شايف قدامه، فربنا يستر. زي ما انتم شايفين هنا مكان عام اهو، الناس قاعده فاتحه موسيقى وقاعده تستجم اهو. ده البحر يا جماعه، شوفوا بقى الجمال. البحر ده لافف تقريبا المدينه،
لافف المدينه كلها. طبعا في رطوبه غريبه جدا انا مستغربها، مع ان في بحر هنا، يعني عندنا في اسكندريه في مصر هتجد الهواء يعني بيلطشك بارد الهواء في اسكندريه، بس هنا لا، في رطوبه عاليه قوي. بس تعرف بقى تروح كل الاماكن الجميله دي اللطيفه دي. انا هقفل دلوقتي عشان لامانتي الشخصيه وهكلمكم كمان بقى اول ما اوصل واقول لكم التحويل بتاع ده حصل ازاي، وهقول لكم انا كنت خايف اقول الجمله ليه قدامه وايه التحول ده. هشوفكم بعد ثواني. اوكي يا جماعه، انا رجعت البيت اخيرا. طلعت فعلا غلطت، طلع في الاخر عدى بيا الجسر. انا اللي فاكره اللي انا في الناحيه التانية من الجسر، حتى اما مشيت عشان اعمل الفيديو ده واحول فلوس ما عدتش الجسر، بس للاسف طلعت بقى ايه، طلبت الجراب غلط وسجلت كده في السريع طريق رجوعي عشان عدينا الجراب بالجراب تاني الناحيه التانية الجسر. بس زي ما وعدتكم اخيرا هنوصل للحته النهائيه اللي هي انا بقيت مليونير. دي احسن حاجه مضحكه في فيتنام، ان العمله بتاعتهم قلت جدا لدرجه هتجد عندهم هنا في ورق بالالاف. يعني انا بتكلم مش بالالاف، يعني 1000 جنيه مثلا او 1000 ريال، لا، في 500 ألف دونج. فأول ما انت بتحول $100 بس، انت خلاص دلوقتي بيوديك 26 مليون دونج. فانت بتكون حرفيا مليونير، مش بقى مليون ولا مليونين فيدوبك مليونير في الاول، لا، انت حرفيا بقيت مليونير هنا. بس طبعا انا بهزر لان دي عملتهم، فهتلاقيهم هم نفسهم بيمشوا بملايين في جيبهم. وده الغريب انك تشوف. يعني انا بصراحة اول ما سمعت الحاجات دي في الاول انا قلت هيدوني بقى كبشة فلوس قد كده، فانا قعدت افكر طب ده بياخدوها في كيس ولا بياخدوها في شنطة فاتاريهم هم عاملين عملات كبيرة قوي زي 500 مليون. قصدي 500 500 مليون. هوريكوا دلوقتي العملة بتاعتهم، وبالمرة برضو تكونوا عارفين لو انتوا جيتوا هنا هتتعاملوا ازاي مع الفلوس وشكلها ايه، لان الفلوس شبه بعضيها برضو اهو. يعني دي عملة قليلة شوية، دي 200,000. طبعا هو الشاشة مقلوبة دلوقتي بس عادي. ده 200,000. طبعا الشخصية دي هبقى اعمل لكم فيديو عليها لوحده، بس عموما الشخصية دي معروفة قوي هنا. وتسمى على ايده تسمى عليه اكبر مدينة من اكبر المدن الموجودة هنا دلوقتي. دانانج. هم عندهم كذا عاصمة، اظن العاصمة الاولى دلوقتي هي المدينة دي، وهي هوتشي مين او سايجون. فالشخص ده هو اللي اتسمى باسمه المدينة هوتشي مين، لانه حررها من الحرب الامريكا عليها بعد سنين من المقاومة، فاصبح رمز كبير جدا عندهم. بس انا عايزكم تشوفوا. طبعا زي ما قلت لكم دي 100,000 ورقة ب100,000. لو طول ما انتوا بقى طالعين كده انتوا هتجدوا انكم قاعدين بتوصلوا ل500,000. سوري، هي 500,000 مش 500 مليون. انا قلت ازاي يعني 500,000؟ يعني انت حاطين برضو صورته عليها، بس هتجدوا الحاجات للأسف متشابهة قوي بس ألوان مختلفة. يعني دي مثلا الورقة دي هتلاقيها مخضرة على أزرق، يعني مرجاني. هنا هتلاقيه 100,000 بس هتلاقيها أخضر. فرق بسيط بس لازم تركز فيه. هنا أزرق، حاجات الأقل أزرق. يعني دي 20,000. طبعا 20,000 دي حرفيا هتجيب لك مثلا، يعني أنا امبارح جبت موز، 5 موزات تقريبا كيلو أو كيلو إلا حاجة، وإزازة مية لتر، وبيبسي كان ب199,000. فانت اوريدي دفعتها كمان على 20,000 دي شوية. بس فهو ده آخر الفيديو. أنا بقيت مليونير وانتوا هتبقوا مليونيرات هنا. اللي عايز يحس إحساس المليونير يجي فيتنام هتبقى مليونير. الناس هنا لطيفة. أتمنى أنا لسه ما عملتش إيديت يكون الفيديو اللي أنا تهت فيه ده الصوت واضح، لأن أنا كنت راكب الموتوسيكل الجراب وقاعد بيمشي، فصوتي وانا ماسك الموبايل كده مرضتش استخدم ترايبود في ايدي، فالصوت كان ممكن يبقى فيه مشكله. بس هوقف هنا لغايه الفيديو. كفايه قوي كده، الفيديو طول، وهشوفكم في فيديو جديد. وقولوا لي هل تحبوا اشيل بقى الخالص ده وانزلها في قناه لوحديها،
ممكن اعمل كده، وهسميها زي ما انتوا هنا على فكريانو، هسميها فكريانو ترافل. فيها بقى كل الحتت اللي انا بروحها، سواء في مصر سواء هنا سواء في اي حتة. هحطها هنا، واشوفكم فيديو جديد. سلام.